عارف ضيقك من السمنة، احساسك بكرشة النفس وانت جاي تنام، او انك لو صغير مش قادر تلعب مع اصحابك، او ان في تنمر، او ان انت بتنزلي ما تلاقيش مقاسك في المحلات. الاحساس بكره زيادة الوزن البشع ده هو نفسه اللي منعك تكمل دايت، هو نفسه سبب ان انت بتخس وبترجع تاني اسرع مما كنت. تفتكروا ليه؟ انا هقول لكم ليه. هنعد مع بعض لحد 10. لأن اللي قعدوا معايا وعدوا لحد 10 دول عندهم استعداد وصبر إن احنا نبدأ التجربة ونكملها. لكن اللي عمل سكيبنج وهيسيب لنا كومنتات كلها غضب، لأنه من فرط كرهه جدا للفكرة وإحساسه إنه عايز يغير ده كله بسرعة، بيخلي الوقت اللي عدينا فيه 10 ده وقت طويل جدا طويل جدا، رغم انه ممكن يكون ما بيعملش حاجه وماسك الموبايل بيسكرول اب وقاعد يقلب وما بيتفرجش على حاجه مهمه. التعجل، عدم الصبر، مفيش خطه، انا عايز حل سريع لمشكله هي اصلا قديمه وازليه عندي، هو ده سبب ان التجارب 80% منها بيبوء بالفشل. لكن اللي حاطط كل كرهه وكل غضبه على تنفيذ خطته هو ده بس اللي بيكمل ويوصل وما يرجعش تاني. زي خوفك من اي حاجة ما بيخلي الدقيقتين دول يعدوا سنة، زي شوقك لأي حاجة بيخلي الأيام تعدي سنين. كل ما كرهك للفكرة زاد لكن ما استغلتوش انك توصل لهدفك، هيكون هو اول سبب يوقعك.